زي ما في حاجات مساء الفل الاول، زي ما في حاجات ما بتعجبناش نقعد نتكلم فيها ونقعد ننتقدها، زي ما في حاجات اما تبقى كويسه لازم نشاور عليها ونقول للحكومه شكرا وكتر الف خيركم. اول مره النهارده اجرب بوابه مرور مصر الالكترونيه. ايه دي حضرتك؟ زمان لما كنا نحب نجدد رخصه العربيه كنت بتضيع يومين كاملين في اداره المرور، يا اما تكلم حد من الضباط صحابك يكلم لك حد هناك في اداره المرور، او تكلم حسن صيدليه بتاع الشاي اللي يعرف مش عارف مين، وامين شرطه مين، وتدي ده فلوس تدي فلوس عشان تخلص مصالحك. فكانوا تضييع وقت ومجهود وتعب وفلوس وبتقعد يومين. حضرتك هنا بوابه مصر الالكترونيه انت ممكن تطلع الرخصه بتاعتك في خلال ساعه. الاول بتقدم، بتخش تطبع شهاده المخالفات بتاعتك وتدفعها اونلاين بكارت الفيزا بتاعك، وبعد كده توصل لك على البيت في خلال 48 ساعه، بتاخد زي الباشا كده شهاده المخالفات، وبتخش على بوابه مرور مصر الالكترونيه، بتحجز ميعاد، بتشوف سياره المرور المتحركه القريبه من مكان بيتك فين او مكان شغلك، وبتحجز اونلاين الميعاد بتاعك، الميعاد اللي يناسبك، بتروح ساعه واحده بس زي الباشا، وفي غايه الادب والاحترام وفي الشياكه. الناس بتقابلك بنات وشباب زي الفل، قاعدين على الكمبيوتر وجنبيهم ضابط زي الفل. الناس كلها بتقابلك مقابله كويسه جدا وبتبتسم في وشك، بعيد بقى عن الوش اللي هو كله غضب ربنا، وناس متضايقه وناس متقدره وبتعمل لك الخدمه اكنها بتعملها لك يعني بتجب عليك بيها. لا، الناس دي ناس في غايه الادب في غايه الاحترام، ونفسنا ان ناخد نفس الخدمات دي في كل المصالح الحكوميه. خطوه كنا مستنيين من زمان، فكويس انها حصلت. اتس نيفر تو ليت، كويس ان هي بتحصل دلوقتي بدل ان هي ما تحصلش خالص. اتمنى ان شاء الله في كل المصالح الحكوميه نقدر نشوف الكلام ده. وقبلها برضو من كام يوم طلعت سجل تجاري برضو وصل لغايه البيت، برضو باونلاين بتخش تقدم عليه. فانا قصدي اقول ان في حاجات كويسه بتحصل، وبدانا نحس ان في ان الحكومه بدات تقدر المواطن وبتديله خدمه محترمه. طالما بيدفع فلوس ياخد خدمه. الاول كنا بندفع فلوس ما ياخدش خدمه. شكرا وزاره الداخليه واداره المرور على الخدمه المميزه ديت. بصراحه كانت تجربه حلوه جدا، وانصح الناس كلها ان هي تجربها. مساء الفل.